أصدقائي وحبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه كلكم؟ يا رب بخير وصحة وسعادة وراحة بال. حبايب قلبي، إحنا النهاردة كده موجودين في أيوتيا، المحافظة بتاعة أبو المدثر. تمام، كان عندي شوية أوراق وشوية حاجات بعملها، اللي هي إثبات الحضور بتاعي ورحنا عشان ورق الجيش بتاع المدثر وحاجات كتير كده مش هدخل فيها، خليها في تفاصيل تانية أو في فيديو تاني. وبعدين أبو المدثر بيقول لي المكان ده فيه مطعم حلو قوي. ده عبارة عن نزل، زي فندق كده. السلام عليكم. آه، المدخل بتاعه غريب، بس بيطلع على حاجة تانية. السلام عليكم. تخيلوا كان بيقول لي بيطلع على بحر وكده ومناظر حلوة، فأنا ما كنتش متخيلة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في بحر على طول. آه. الا الا هو ده عبارة عن نزل، ومن ورا بقى عاملين المطعم على على البحر. ده طبعا حلال، حتى رسمين اهوت واحدة محجبة. بصوا، هم معظم بيرسموا كده عشان برضو ايه، تبقى الناس عارفة ان ده حلال. وطبعا كلمة حلال بتبقى موجودة بيدخلها برضو، حتى لو حد جوزي عايز يدخل بيدخل، هم يقدروا ياكلوا من الأكل بتاعنا، لكن احنا ما نقدرش ناكل طبعا من أكله. في المساء كده الجو حلو. اه. اجانب يعني اوروبي. اها. في يسمى مركب هنا طب تعالى كده. بيعمل مركب. امم. بيشوف يتفرج زي النيل. زي النيل في مصر. بس المركب صغير جنبه صغير يعني مم. 10 نفر. شوف مسجد هناك مكتوب في كمان قبة مسجد من على قبة بس ما القبة فيش بتاعته اهي. ما هو يعتبر هنا أيوتيا فيها ايه يعني، فيها مسلمين كتير، بس هم يعني واخدين مكان خاص بيهم. الله على الهوا يا ربي. مع ان ايوتشا على فكره معروفه ان هي درجه الحراره فيها بتكون مرتفعه اكتر من المحافظات التانية. زي عندنا كده في مصر الاقصر واسوان درجه الحراره بتكون مرتفعه فيها اكتر. الشمال بقى اللي الجو تحفه فيه، برد، مش تحفه يعني اللي هو معتدل، لا برد اللي هو تلبس جاكيت فيه، بس جميل بصراحه. الله، حبه هوا حلوين يا جماعه. والمنظر كده الميه مع بصوا، مع الخضرة بقى والأشجار والمناظر الطبيعية بتاعت ربنا، اللي ربنا يعني سبحان الله أبدع في خلقها. تقفوا كده وتقولوا سبحان الله. هدوء ونفسية رهيبة رهيبة رهيبة، جميلة. أنا بحب الأماكن اللي هي تبقى قدامها مية كده، مع إني ما بحبهاش، عندي فوبيا منها، ما انزلهاش، بس أحب المناظر الطبيعية. بس المشكلة هنا في أيوتيا الفيضانات. الفيضانات حاجة رهيبة بتيجي كل سنة. قعدت قبل كده 20 سنة ما تجيش. كان الأول الناس هنا بتبني البيوت بعواميد من تحت. استنى أوريكم كده من على بعد. شايفين البيت ده؟ بصوا من تحت عامل إزاي. بتبقى من تحت عواميد ومن فوق البيت، على أساس إن لما بيحصل الفيضان المية تنزل من تمشي من تحت البيت، من فوق ما يتأثرش. أوكي. جيت الفيضان قعد حوالي 20 سنة ما يجيش. الناس بقى اطمنوا، قالوا لك ده خلاص ما بيجيش، وخلاص بعد كده مش هيحصل تاني فيضان. راحوا عاملين ايه، راحوا مقفلين بقى العواميد دي، قفلوها من تحت، واللي بنى جديد بنى دور تحت اول ودور تاني والكلام ده كله. وللاسف خدعهم، وبعد كده بقى بيجي دمر الدنيا. حتى انا كنت لسه بقى عامله بيتي ودهناه ومركبه سيراميك ومركبه ما اعرفش ايه والكلام ده كله، وحاطه عفش لان انا كنت بروح في الاجازه لو ما سافرتش مصر كنت بروح اقضي الاجازه هناك. فيا دوبك هم شهرين اتنين كان الدهان لسه مدهون جديد ما نشفش. دمر لي الدنيا ودمر لي البيت وطبعا الناس بتضطر بقى كل سنة الفيضان يجي تعمل البيت من أول وجديد، دهان بقى وسباكة والحاجات دي كلها، لدرجة إن الناس زهقت من كتر ما هي بتعمل البيت كل سنة. نوريكم المركب اللي هناك ده. بصوا، الناس زهقت من كتر ما هي بتوضب كل سنة وفلوسها بتروح على التوضيب والنظافة والسباكة والكهرباء طبعا.
سابوا البيت ده، قال لك لا احنا مش كل سنه هنضطر ان احنا نوضب وندهن، كفايه علينا السباكه والكهرباء ونعيش فيه بمنظره زي ما هو كده. معظم بقت البيوت هنا هو بقى شكلها مش قد كده، مع انها كانت جميله بس شكلها ما بقاش قد كده، لانها بقوا يسيبوها بقى طبعا. طبعا هنا الارض علشان زراعيه، فلما بيجي الفيضان الطين بتاع الارض بيلزق في البيوت وبيدخل جواها، فبيبقى المنظر صعب شويه يعني. فطبعا علشان كده الناس بتضطر ان هي تدهن من اول وجديد. فبعد كده قالوا لك لا احنا هنسيبها زي ما هي، مش هندهن تاني ومش هنعمل تاني توجيبات، غير طبعا الحاجات الاساسيه اللي احنا بنضطر نستخدمها اللي هي السباكه والكهرباء. نروح بقى نشوف ابو المدثر والاولاد طلبوا ايه. بسم الله. المكان هادي وجميل، هما لسه كده بيطلبوا. طلبتوا ايه يا ولاد؟ دي أحسن. طب نطلب وناكل كلنا مع بعض. لا ما في ده كل واحد. مفيش؟ يعني بالوجبه. طلب واحد. اصل احنا بندخل لما بندخل مطاعم بنطلب مثلا آه، يعني ده بيبقى رز، اهو انواع اهو. رز وعليه عليه الاكل اللي انت ده بتحبه. بيسان كمان. بتبقى الوجبه الرز بالحاجه اللي عليه. بس للاسف ما فيش شوربه، ما فيش ميه. هو مو تلي ادي ما apa ini nama ديอันนี้ใส่ไข่นะเดี๋ยวก่อน طب نشوف هنطلب ايه وارجع له.โอเคครับ المطعم الاسعار فيه خزعبليه رخيصه جدا، ما بين 40 ข้าว و50 ทะเลกระเทียม و60، رخيصه قوي قوي تعتبر. นี่แหละโอเคเดี๋ยวเอานี้ก่อน انا بصراحه فكرت الاسعار هتبقى غاليه، خاصه هنا دايما لما بيعملوا الحاجه على البحر بتبقى اسعارها غاليه، لكن لا لقيتها اكتر حاجه عندهم 60 بات. 60 بات دي يا جماعه اللي هي مثلا في مصر كده تجيب لك سندوتش فول وطعميه، فما تبقى وجبه بالسعر دوت بسيطه قوي 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 كمان. حتى هنا في تايلاند تعتبر رخيصه. والمشروبات بتاعتهم رخيصه جدا، 10 بات 20 بات. انا عايزه رون، لو عندهم رون اوكي. كابتشينو رون. بصوا الاسعار 25 و10 والحاجات دي مفيش منها بره بصراحه، انا مش مصدقه نفسي. الاسعار تعتبر رخيصه جدا، عارفين يعني اللي هو مثلا لو انت في مصر بتجيب حاجه ب5 جنيه ب10 جنيه. بس المكان شكله حلو قوي، بحب المناظر الطبيعيه. نفسي اعيش كده في بيت واملاه حوالين منه زرع وشجر وحاجات من دي، واعمل قاعده كده بره بقى، احط ترابيزه بكراسي ويبقى حوالين منها الزرع واقعد فيها. متعه والله يا جماعه، تخلي الواحد مهما كان موده يرتاح نفسيا على الاقل. بصوا معديه من هنا، دي اللي بتبقى كام نفر؟ لا معديه حتى من متساي عربيه كبيره، لا معديه بين متساي والناس. موتوسيكل؟ والضفه موتوسيكل ازاي في الميه؟ انت ما تعرف معديه زي مركب كبيره. عربيه المعديه ماشي. اوكي دي انا عارفاها. موتوسيكل ايه بقى اللي انت بتقول عليه؟ عايز من هنا الى هنا عشان اختصار المسافه. هو في موتوسيكل بيعدي من هنا؟ ممكن بس على معديه. على المعديه نفسها. الموتوسيكل يعني انت لو راكب موتوسيكل تقدر تعدي بيه، هتطلعه على المعديه وتعدي الناحيه الثانيه. انا مفكره بيقول لي ممكن موتوسيكل كمان يعدي موتوسيكل يعني في ركوبه. بقول له ازاي؟ من الناس يعني مثلا واحد بيت من يروح هناك يلف لفه كبيره. كوبري بعيد جدا. يوفر وقت ويوفر البنزين. بس موتوسيكل بس عربيه كبيره. صور نوك ابيض. الشجر يا حبايبي في قلب الميه. استنوا اما اروح كده برضو اوريكم. الشجر في قلب الميه نفسها، والبيوت على فكره في قلب الميه. يعني البيوت اللي هي ابو عواميد اللي من هناك اللي انا وريته لكم ده في قلب الميه نفسها. بصوا واخدين بالكم في قلب الميه نفسها. هما يعتبر الناس هنا دول كلهم ساكنين في قلب الميه. لان حتى من على بعد بصوا هنا كده
انا حاولت ابص كده وايه يعني اقول تحت البيوت كده لقدام شويه يمكن في مدخل عادي ارض عاديه، لقيتها برضو ميه. بصوا، مش عارفه بقى هل بيدخلوها بالمراكب ولا هل عاملين لها ايه، مش عارفه من الناحيه التانية بصراحه شكلها ايه. ممكن يكون من الناحيه التانية في ليها مدخل ارض عاديه. بس البيت ده كده مثلا صغير ومن حواليه كله ميه، فانا مش عارفه هما بيدخلوا ازاي. بصوا بقى الشجره الجميله دي، بص منظرها تحفه ازاي في قلب الميه، سبحانك ربي، شكلها خرافه. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. اذان الظهر، نخلص ونروح نصلي في المسجد. كده الطلب التاني وصل. والله اسعار جميله، يعني لما يبقى طبق زي دوت ب60 بات، الاسعار حلوه قوي. هندوق طعمه مع الصوص التايلاندي بتاعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حلو بس بارد، ايه مش سخن، يعني مش عاملينه دلوقتي. ايه الوصوص؟ ده الدجاج مش سخن. استنى. ندوق الأكلة بتاعت ميرال. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن أني أنا حلوة مش بطالة. هو أنا ما عجبنيش الدجاج دوت لأنه بارد مش سخن، بس ده حلو. دي بقى أكلة اسمها باتاي. بس لكن ميرال انت مش كنت طالبة زي دي؟ لا ما طلبتهاش؟ روز فكرتها طلبتها. بصوا دي عبارة عن نودلز، باركي ده واخدين بالكم؟ دي نودلز اهي، حاطين عليها بقى دي براعم الفول، جمبري، في بالبيض لو عايز. طبعا هنا شطة ملناش دعوة بيها، ده سوداني مجروش، جمبري وبصل اخضر والكرات. الكرات دي حاجة أساسية بتكون معاها لازم. أبو المدثر بقى طالب جمبري بحرية. بالثوم. بحرية اه مو بحرية ولكن في اثنين بس بحرية جمبري بس صبرية. على قد سعرها. بيقول لك هي بحرية بس في 2 بس، جمبري وصبيط. نوعين. ده بالثوم المحمر بيبقى جميل يعني، وبالثوم المقلي كده بيقولوها مع بعض بطريقة بتبقى حلوة قوي. معلش مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده المعدية جت وابو المدثر مصمم ان انا اصورها. قلت بلاش اكسر بخاطره واصورها. دي المعدية، بصوا نقلة من ورا اللي هي الحاجات المعدات الثقيلة والحاجات ديت. طبعا بقى ايه الناس اللي هي بتقول لك ايه، مين اللي دفع حق الاكل؟ مش هرد طبعا، مش هقول، خلاص اتعلمت الدرس. لو قلت انا اللي دافعه هيقولوا لي انت مش عيب عليكي تطلعي تقولي ان انت اللي دافعه وان جوزك ما بيدفعش وما بيصرفش. لو قلت هو اللي دافع، طب ما هو الراجل بيدفع اهو بيجيب، امال بتقولي وبتعيدي ليه؟ يعني حتى لو الكلام اتقال من سنين تبص تلاقوا يكرروه. فانا خلاص اتعلمت الدرس ومش هفشكم ومش هقول لكم مين اللي دافع سواء انا او هو اللي دافعين. خلاص بقى حاجه خاصه مش هتكلم فيها. دفعت انا، انت ازاي تطلعي تقولي وتحرجي جوزك وتقولي ان انت اللي دافعه؟ كان ممكن تسكتي وما تقوليش. طيب اسكت وما اقولش؟ يا طب ما الراجل عازمكم اهو، حتى لو ما قلتش ان هو دافع او مش دافع، طب ما الراجل عازمكم اهو. عارفين اللي هو ايه، بيحاولوا ان هم يستفزوكوا عشان تروحوا مرضين. فخلاص بقى طبعا انا كنت الاول ما اعرفش في مجال اليوتيوب وما اعرفش الناس اللي هي بتبقى داخله مخصوص عشان خاطر تستفزك وتطلع اسوأ ما فيك والكلام ده كله. فتعلمت الدرس، فانا لا هقول مين دفع ولا مين جاب. خلينا نقضي اليوم حلو جميل، والناس الجميله متابعين الحلوين المحترمين ولاد الاصول ولاد الناس اللي بيحبونا في كل حالاتنا يستمتعوا معانا بالمناظر الجميله ديت. اروح بقى اكمل اكلي لان هو قومني مخصوص علشان خاطر اصوره. هو منبهر بالحاجات دي مع انها موجوده عندهم، بس قلت خلاص تمام قومي صوريها. طب حاضر هصور، هخلي اليوم يعدي يعني يعني نقضي يوم حلو ويوم ظريف. يلا بينا نرجع للاكل بتاعنا. ايه
اكله كمان اهي نزلت، ده بيض بصوص كده وعليه سي فود، معرفش بقى طعمه هيبقى ايه. ده الاكل بتاعي انا لسه ما كملتوش. مشكلتهم يا جماعه في تايلاند بيحطوا سكر كتير جدا مع الاكل قوي، بيحبوا الاكل المسكر، يعني ده مليانه سكر، وبصوا حاطين لك سكر هنا زياده، فهم بيحبوا الحاجات المسكره. السكر ده حاجه اساسيه على الاكل بتاعهم كله. مدثر صوريني صوريني، اروح اصوره يا جماعه. يا سلام على القلاطه. مفتخر قوي. مامي كمل صور لاجي. حاضر هجيبها لك كامله، استنى طب اقفل الفيديو بتاعي واصورك الصور اللي انت عايزها. يلا. حبايب قلبي احنا كده خلاص خلصنا الاكل، اتغدينا، احنا اصلا ده كمان يعتبر فطورنا كمان، فاحنا كده خلاص خلصنا وهنطلع بقى بعد كده. طلبنا من عندهم كوفي رون، اللي هي القهوه السخنه يعني. رون يعني سخنه، ين يعني ساقعه، فطلبنا قهوه سخنه، طلع ما فيش، فاحنا هنروح مكان تاني نشرب فيه، لان انا اصلا المفروض بشربها قبل الاكل وبفضل متعكننه طول اليوم لو ما شربتهاش، فما كنتش اصلا عايزه اكل وسبت. انا اكلت معلقتين بس من الاكل وسبته لان انا ما شربتش الكوفي بتاعي. فهنروح بقى مكان تاني نشرب فيه الكوفي. ابو المدثر كمان عايز يشرب، حتى كان طالب سخنه زي ودايما بيشربها ساقعه، طلب المره دي سخنه زيي، فاحنا هنروح مكان تاني ونشرب فيه القهوه بتاعتنا. خليكم معانا. ميرو كالعاده القطط، القطط مش جايبه عليك يا حبيبتي، مش جايبه عليك، اقعدي العبيها يلا قبل ما نمشي شويه. اهلا بك. قال يعني هي ناقصه قطط، مش عامله لي خليه قطط في البيت. انت يا بنت، انت يا بنت اللي عاملاني بالقطط كلها. وهلا يا ربي. ها اذا كسلانه. مش كسل. طب مش كسلانه يا جماعه، عشان ابو المدثر مصمم صوري دوت. ده في كده راكب فيه سياح بيتفرجوا على المنظر، هم كده ماشيين عكس الطيار، الطيار جاي كده، هم ماشيين كده. ده ممكن تأجره بالنفر، يعني انت على حسب ما هتدفع تاخده كله ليك، او بيتركب فيه حوالي 10 انفار. نزلنا هنا المكان دوت. شوف يا ميرو، عايزه مشروب او حاجه من هنا، هنقعد قدام البحر ونشرب. احنا يعتبر ساكنين الناحيه التانيه، وابو المدثر ليه ارض على الطريق ده، المفروض هو عنده ارض على الطريق دوت، يعني احنا كده شوفوا على الطريق العمومي والشارع، هو عنده ارض زي الارض اللي الناحيه التانيه اللي فيها الميه ديت، احنا عندنا ارض كده. على فكره ده من ميه الفيضانات. ميرو mẹ không? Miro ao chén qua chén nha. ميرال ومدثر مش عايزين. انت طلبت لي؟ طيب ماشي تمام. عايزه يا ميرو الوان وحاجات من دي تقعدي تتعمليها؟ لو عايزه خدي. عاملين قعدات كده، والاولاد بياخدوا حاجات يلونوها، زي الولد اللي قاعد ده كده، كانت مرموره على طول وهي صغيره تجيب حاجات من دي وتلونها. هنا بقى المنطقه كمان ماشي. اه بس بالليل بتبقى احلى. دلوقتي احنا في عز بقى فتره الظهر اللي هي الشمس الحاميه، احنا حاليا الساعه 2، فالشمس حاميه. بتيجي بقى بالليل بتبقى حلوه قوي. مدثر لما بنيجي هنا بيجي يقعد في الحتت دي كده، بس على الجروب. على الغروب. وفي كمان اماكن كده بقى من ورا جميله قوي، بيعملوا فيها رياضه وفيها زي حديقه وكلام من ده، فمدثر بيحب يجي يقعد فيها، بتبقى في وسط بقى المعابد والاشجار والحاجات دي، بيبقى المنظر جميل جدا. الكابوتشينو بتاعي وصل، وبتاع ابو المدثر كمان، نقعد بقى في الاجواء الحلوه ديت نستجم ونشربه.
وكده خلاص حبايب قلبي، شربنا قهوتنا واتغدينا ومتوجهين بقى على البيت. فيديو خفيف ظريف صغير كده للعيلة مع بعضها. ربنا يهدي وتسلموا لي يا حبايب قلبي على كل الحاجات الحلوه الجميله اللي انتوا عاملينها معايا، ووقفكم معايا وجدعنكم وطيبه قلوبكم وتشجيعكم المستمر وجبرانكم لخاطري دايما انا واولادي بكلامكم الطيب ودعواتكم. تسلموا لي تسلموا لي تسلموا لي، ربنا لا يحرمني منكم ابدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.